الفصل الأول. المشهد الثاني. ما أبدع شروقك يا بورسعيد. بإعجاب عبرت نور عن مشهد الشروق. بدا المشهد لوحة رائعة للطبيعة الخلابة. يقع منزل نور في الحي الأفرنجي بمدينة بورسعيد الذي يحاكي أحياء أوروبا، ووفد سكانه من بلاد متعددة من هذه القارة، وأقام به بعض المصريين الذين ارتبطوا معهم بمصالح خاصة. كانت نور ذات ملامح أجنبية، بشرتها بيضاء في نقاء القطن، وجنتاها بلون حمرة الورد، وأنفها دقيق ذات شفاه رقيقة، ولها عينان بلون السماء ذات قوام ممشوق أشبه بقوام الفرنسيات، لها خصر نحيل متوسطة الطول، شعرها وحاجباها الكثيفان ينافسان سواد الليل. لم يكن جمال نور يكمن في ملامحها، بل كان له منبع آخر، هو روحها المتفائلة وقلبها المتسامح الذي يشبه في نقائه قلوب الأطفال، لا ذاكرة لها في إساءات الآخرين، محب للحياة والانطلاق. فجاءت ملامحها تشبه الأطفال رغم أنها كانت في 25 من عمرها. استنشقت نور الهواء النقي الذي يفوح بعطر زهور الحديقة، ثم قررت دخول حجرتها التي تقع في الطابق العلوي من منزلها المكون من طابقين. كانت حجرتها تشبه عنوان الجمال والحياة، تزينها الزهور واللوحات البديعة التي كانت نور تبدعها بروحها الفنية. أخذت نور المنشفة واتجهت إلى الحمام، وملأت حوض الاستحمام بالمياه، ثم وضعت نقاط من زيت اللافندر أشاع في الحمام رائحة ذكية تبهج النفس، ثم ألقت بجسدها في حوض الاستحمام وأغمضت عينيها واسترخت تماما. لقد اعتادت أن تبدأ يومها على هذا النحو ليمنحها طاقة من التفاؤل والبهجة تؤهلها ليومها وما يمكن أن يحمله من آلام وضغوط. بعد مرور 30 دقيقة نهضت، ثم لفت المنشفة حول جسدها وخرجت، ثم اتجهت إلى المرآة ونظرت إلى وجهها، ثم ورددت: سيكون يوما جميلا إن شاء الله. احذري العبوس والغضب، الحياة تستحق الابتسامة لنعبرها، والرضا بما نلنا من نعم لنسعد بها، والصبر على ما يصيبنا فعمره قصير كعمرنا. هذه العبارات ميراث نور من جدتها لأمها، وهي بالنسبة لها ميراث أعظم من الذهب. اتجهت نور إلى خزانة الملابس وانتقت ثوبا صيفيا بديعا وردي اللون وارتدته، ثم لفت حول خصرها النحيل حزاما جلديا أبيض اللون، ولفت حول شعرها شريطا أبيضا، ثم ارتدت حذاء ذا كعب مرتفع أبيض يزينه وردة رقيقة وردية اللون على جانبيه، ثم وضعت عطرا فرنسيا فواحا وأرسلت إلى نفسها قبلة في المرآة. وانطلقت نور تتهادى على السلم متجهة إلى الطابق السفلي. كانت والدتها تضع الطعام على المائدة، والذي يحوي خبزا وزبدا ومربى وبيضا وزيتونا، ثم وضعت إناء الشاي وإناء السكر وفناجين فارغة. كانت نور تشبه والدتها سارة في حسنها وجمالها، وإن كانت والدتها قصيرة القوام ممتلئة قليلا. اتجهت نور نحو والدتها مبتسمة وطبعت على خدها قبلة رقيقة: صباح الخير يا أمي الحبيبة. صباح النور يا نور قلبي وحياتي، ما أروع صباحي حين يبدأ بابتسامتك المشرقة. أستمدها من جمالك يا أمي. لقد ولى الجمال مع رحيل الشباب يا حبيبة قلبي، الجمال الآن جمالك الآن أنت. الجمال لا يرتبط بالعمر بل بإحساسنا، ويمكن أن يلازمنا كدقات قلبنا ما دمنا أحياء. ما هذه الفلسفة يا نور؟ تضحك نور ثم تجلس إلى المائدة المستطيلة التي يجاورها خزانة للأواني الصينية، يعلو سطحها لوح زجاجي كالمرآة، فوقه زهرية بها ورود، وجهاز اسطوانات يجاورها مكتبة. تتأمل نور الزهور التي أوشكت أن تذبل فتنهض قائلة: لابد أن أذهب إلى الحديقة الآن. تناولي إفطارك ثم افعلي ما شئت، لن أستمتع بإفطاري إلا إذا ذهبت إلى الحديقة أولا. تحمل نور الزهرية وتذهب إلى المطبخ وتتناول ما بها من زهور وتنشرها في أنحاء المطبخ فتشيع به رائحة زكية،
ذبول الورد لا يعني ذهاب رائحته، ثم تفرغ ماء الزهرية وتضع ماء جديدا، ثم تذهب إلى خزانة الأواني الصينية وتضع عليها الزهرية. تبتسم سارة: أنت رائعة يا نور. ترسل إليها نور قبلة عبر الهواء، ثم تنطلق إلى الحديقة فتجمع باقة من الزهور متنوعة الألوان والأنواع، فتقطف عودا من الريحان تشمه منتشية برائحته، ثم تغسله تحت صنبور المياه الموجود داخل الحديقة. تنطلق فورا إلى المنزل وتضع باقة الزهور في الزهرية، ثم تجلس وتقطف ورقتين من عود الريحان تضعهما في إناء الشاي. كانت هي ووالدتها مغرمتان بتناول الشاي بالريحان، كما كانت تضعه مع بعض الأطعمة. أعطت نور عود الريحان لأمها التي عبرت عن استمتاعها برائحته الزكية قائلة: ما أروع هذه الرائحة، ما أبدع الخلاق العظيم. الروائح الطيبة تبهج النفس وتزيل الهموم يا أمي. تتنهد سارة وهي تضع عود الريحان على المائدة. لو كان الأمر على هذا النحو لهانت الأحزان وزال القلق من النفوس. تنتبه نور إلى حزن يكسو ملامح والدتها فجأة فتعقب: ماذا بك يا أمي؟ لا شيء يا حبيبتي، تناولي إفطارك. تبدين حزينة يا أمي، أخبريني بما يحزنك. بل قلقة مما أذاعته الإذاعة في الصباح. ماذا حدث؟ لقد رفض البنك الدولي تمويل السد العالي. تضع نور الزبد على قطعة من الخبز غير مهتمة بما سمعت. أهذا ما يشغلك؟ نعم، إن جمال عبد الناصر يبدو لي شخصا متهورا لا يمكن التنبؤ بردود أفعاله. وما شأننا والسياسة؟ إنها لعبة الدسائس والمؤامرات تدمر من يجيدونها، فما بالك بالذين يجهلونها تماما. تتحكم السياسة في مصائرنا وأحزاننا وأفراحنا. كان مجيئنا إلى مصر بسبب السياسة. ما الذي يقلقك بالضبط؟ أجابت سارة وهي تصب الشاي: ربما انتقم جمال عبد الناصر من رعاياهم في مصر. عما تتحدثين؟ عن الأمريكان. وإذا مس رعاياهم بسوء فسيكون لهم رد فعل لا يعلم مداه إلا الله. ماذا تقصدين؟ أخشى أنني ما زلت لا أفهمك. رشفت سارة رشفة من فنجان الشاي ثم استطردت وتقول: ربما أدى الأمر في النهاية إلى نشوب الحرب. الحرب؟ لا أعتقد أن تصل الأمور إلى هذا الحد، بل تصل إلى أكثر من هذا. والحرب موت وخراب، لا يدرك ويلاتها إلا من كابدها. لا تسلمي رأسك إلى الأفكار المتشائمة تعبث بها، فربما كانت أوهاما فلا تدعيها تفسد حياتك. لا أعتقد يا ابنتي. إذن فعلينا أن نعمل بنصائح جدتي. تبتسم سارة وتقول: كانت نصائح جدتك نبراسا لي في الحياة، ولكنها لم تقني شر الأيام التي غدرت بي وأذاقتني الآلام فأفقدتني الأمان، وهذا يناقض ما تعلمته من أمي. لا تنسي أنها أيضا ذاقت من الزمان الآلام، ولكنها لم تفقد طعم الأمان. منذ توفيت هي ووالدي تولد لدي شعور بعدم الأمان، فصرت أخاف عليك من ظلك. الأمان بالله، وقد سخر لنا بعد وفاتهما من يرعانا. أطال الله في عمر خالي. الحمد لله، ولكن القلق لا يفارقني. عفوا يا أمي، لنحيا اللحظة الحالية، ننعم بما فيها من سعادة، ولا نشغل بالنا بما يمكن أن يحدث في اللحظة القادمة، فربما كان ما يشغلنا مجرد أوهام تفسد حاضرنا ومستقبلنا. ربما كنت محقة، ولكن هذا لن يمنع القلق عني. لا تستسلمي لوساوسك يا أمي، وإن حدث ما نخشاه فعلينا أن نخبر أنفسنا أن الضيق يأتي بعده الفرج، فهذا يهون علينا الألم. سأحاول أن أقنع نفسي بما تقولين. هناك أمر آخر: لا تتابعي نشرات الأخبار لأنها تهميل إلى التهويل لجذب انتباه الناس، والسياسة كالنار تحرق كل من اقترب منها، ونحن لا مصلحة لنا فيها، فلا ينبغي أن ينالنا نيرانها. تنهض نور وتتجه نحو الجراموفون وتضع الاسطوانة به وهي تقول: هذه اسطوانة جديدة لليلى مراد، تضم مجموعة من الأغنيات الرائعة. تعود نور إلى الجلوس بينما تغني ليلى مراد جواب حبيبي. تبتسم نور منتشية بصوت ليلى مراد وتعقب: ليلى مراد أميرة الغناء حقا، ولكن تظل أم كلثوم هي ملكة الغناء الأثيرة لدي. لا مانع لدي مطلقا، كلتاهما تطربني وتهز مشاعري. وماذا عن الروايات يا نور؟
إنها غذاء روحي وقلبي يا أمي الحبيبة. استيقظت في الواحدة ليلا فوجدت حجرتك مضاءة. كنت أطالع رواية سلبت اهتمامي، لم أستطع النوم إلا بعد الفراغ منها. ما اسمها؟ غادة الكاميليا. تنهدت سارة بقوة وشردت قليلا ثم عقبت: إنها رواية رائعة رغم كل الأسى الذي يغلفها. لقد قرأتها في الماضي وأشفقت على المصير الأليم للبطلة الذي أسلمني في نهاية الرواية إلى نهر دموع ينافس نهر النيل. عفوا يا أمي، هل تشعرين أنك واجهت نفس مصير البطلة؟ تبتسم سارة: لا أعتقد، لم أستسلم مثلها، بل قاومت آلامي جراء فراق والدك. كنت مجرد دماء في أحشائي، والجسر الذي يربطني بالحياة، وسد منيع بيني وبين اليأس الذي تربص بي من حين إلى آخر. ولكنك ما زلت تحبينه رغم انفصاله عنك، بل ورحيله عن الحياة بعد ذلك. ربما كان هذا ما أتطابق فيه مع بطلة الرواية. إذن الحياة مسرح كبير كما نسمع، وليست الروايات إلا سردا لما يحدث في الحياة. العاقل من تعلم من تجارب الآخرين حتى يتجنب ويلات الحياة. يمكننا أن نتعلم حقا، ولكن هناك أقدار كالسيل لا نستطيع إيقافها ولا مواجهة آثارها. يقطع الحديث صوت جرس الباب، فتنهض نور في حين تنظر سارة إلى ساعة يدها قلقة. من يأتينا في هذه الساعة المبكرة؟ أجابت نور مبتسمة: إنهما سميرة وإيريني، لقد اتفقنا على قضاء اليوم على الشاطئ. تفتح نور الباب فترى سميرة صديقتها، وهي شابة تماثل نور في العمر، طويلة سمراء ذات عيون واسعة سوداء نحيفة. وإيريني ابنة خال نور في 20 تقريبا، قصيرة نحيلة بيضاء، عيناها بنيتان واسعتان وشفاها رقيقة. ابتسمت سميرة حينما رأت نور وحيتها: صباح الخير يا نور، صباح النور يا سمسم، صباح الخير يا ريري، صباح النور يا نور أسرتنا. تفضلا. تدخل الفتاتان بينما تغلق نور الباب. تبتسم سارة وتقول: صباح الخير أيتها الزهرتان الجميلتان، صباح الفل والياسمين يا عمتي الجميلة، صباح النور يا خالتي. كم أعشق كلمة خالتي منك يا سميرة، إنها تنبئ عما بداخلك من حب تجاه نور وتجاهك أيضا، وأنا سعيدة أنها تنال حبك، وكنت أخشى أن تنال ضيقك. لماذا تصورت ذلك يا سميرة؟ لأنها كلمة لا تتناسب مع الحي الأفرنجي، بل تناسب حينا، حي العرب. كيف تفكرين هكذا وأنت تعلمين كيف دخل أبي بورسعيد، وفضل حي العرب علينا عظيم؟ تشير نور إليهما بيدها قائلة: دعكما من هذا الحديث ولتتناولا الإفطار حتى نذهب إلى الشاطئ. تضحك سميرة: لقد أفطرت وتناولت الشاي والدتي المضبوط، وأنا أيضا يا عمتي تناولت الإفطار. كما تحبان، استمتعا بوقتكما. تحمل سارة الأطباق بينما تتهامس الفتيات، فترمقهن سارة بنظرة حانية يخالطها إعجاب، ثم تتجه إلى المطبخ. تقترب نور من السلم قائلة: انتظراني قليلا، سأصعد لأحضر أدوات الرسم، ثم نتجه إلى الشاطئ فورا. تسرع نور إلى الطابق العلوي بينما تقترب سميرة من الجراموفون تستمع إلى ليلى مراد، فتتراقص مع اللحن متظاهرة أنها تراقص شخصا ما، كما كانت ترى في السينما التي تعشقها وتدخر من راتبها لتدخلها في نهاية الأسبوع. أما إيريني فقد بدت شاردة حزينة. انتبهت سميرة فلاحظت شرودها، فتوقفت عن الرقص وخفضت صوت الجراموفون وتساءلت: إلى أين وصلت يا إيريني؟ إلى نفس المحطة. ماذا تقولين؟ إلى نفس مصير حواري اليائس مع والدي. تهز سميرة رأسها متفهمة وتقول: عريس جديد. نعم، يتمسك به والدي لتحقيق حلمه المجنون، بينما يحيل حياتي إلى كابوس أكثر جنونا. ولماذا لا تمنحين نفسك فرصة لمعرفته؟ ربما تعلقت به. أنا لا أطيقه رغم وسامته وثرائه. لماذا؟ إنه عبد خاضع لرغبات أبيه، لا إرادة له مثلي، وأنا أريد من يحررني لا من يزيدني قيودا. تمط سميرة شفتيها بينما تستطرد إيريني: لقد ماتت أمي لأصبح ريشة تعصف بها إرادة أبي وطموحاته المجنونة.
الحرية والعبودية بيدنا لا بيد الآخرين. ماذا تقصدين؟ أقصد أنك تنتظرين من يحررك، وهذا تصور خاطئ تماما. لماذا؟ الحرية لا يمنحها أحد لغيره مجانا، فلا بد أن تدفعي له ثمن تحريرك، فسيكون قيدا جديدا. تهبط نور حاملة حقيبة بيدها اليسرى، وحامل الرسم باليمنى، وتقترب من الفتاتين، فتلاحظ الحزن والشرود على وجه إيريني، فتنظر إلى سميرة نظرة تساؤل، فتشير إليها لتحاورها منفردة بعيدا عن إيريني. تقترب سميرة ونور من الجراموفون الذي تغلقه نور، ثم تهمس إلى سميرة. ماذا حدث؟ كابوس جديد، أقصد عريسا جديدا يتمسك به خالك تمسك قط وقع في مصادته فأر. ماذا؟ لا أدري متى تنتهي هذه المسرحية السخيفة. إن إيريني هي الوحيدة التي تستطيع أن تنهيها، لأنها قصتها هي. إنها تريد ولكنها لا تستطيع. إننا نستطيع حينما نريد. لا، ليس الأمر بهذه السهولة. من نشأ خاضعا اعتاد العبودية، وقد يشتاق إلى الحرية، وهي بالفعل تتمناها، ولكنها لا تبذل جهدا للوصول إليها. تعالي معي، أريد أن أستوضح منها الأمر. تقترب نور من إيريني وتربت على كتفها بحنان. ماذا حدث يا إيريني؟ كما أخبرتك سميرة، فلست غائبة عن الوعي كما تعتقدان. لماذا يتشبث به خالي هكذا؟ إن والده ينوي السفر إلى أرمينيا وإقامة مشروع كبير هناك بمشاركة خالك. فهمت، ولكن لماذا لا تحاولين اتخاذ موقف حاسم ولو لمرة واحدة في حياتك؟ كيف؟ اطلبي مقابلته وأخبريه أنك لا تريدين الزواج به، لا لعيب بشخصيته، ولكن تقاطعها إيريني. إنه مثلي لا يملك من أمر نفسه شيئا، لذا سيكون حديثي مع والده. إنه كارثة وليس كابوسا كما تقول سميرة. تبكي إيريني ثم تعقب: فليرحمني الرب. تربت نور على كتفها: لا تبكي يا حبيبتي، ودعي الأمر لي. ماذا ستفعلين؟ لا أعرف الآن. سأفكر بصحبة دانيال، وحتما سنجد حلا. لا يا نور، لا أريد أن يصطدم دانيال بأبي مرة أخرى. أنت تتحدثين وكأن دانيال صديقا لنا أو جارا. إنه أخوك، وأنت تدركين كم يحبك. لهذا لا أريد أن يكون حبه لي كاللعنة التي تصيب علاقته بأبي. إن خالي يعيش من أجل حلم أصبح أسيرا له، وينسى أنكما كبرتما وصار لكما مشاعر وأحلام تخصكما وإرادة منفصلة عنه. إرادة؟ تحدثي عن دانيال فقط، أما أنا فليرحمني الرب وليعتقني من هذه الحياة لأجاور أمي والسيد المسيح في عالم أفضل من هذا العالم البغيض. لا يا إيريني، لا يصل بك اليأس إلى هذا الحد. لماذا لا تتعلمين من دانيال الذي لا يعبأ بأحلام خالي وطموحاته؟ إنه يدخر من عمله معه في الاستوديو ليقيم مشروعا خاصا به في مصر ليستقل عنه، ولا يضطر إلى السفر معه إلى أرمينيا. ولا أعتقد أنه سيتزوج إلا من يريدها قلبه. لم يخلقنا الله متشابهين. تبدو الدهشة على وجه سميرة التي ترد بغضب شديد. ولكنه خلقنا متكافئين، وهبنا جميعا عقلا وإرادة، ونحن من يملك استخدامهما أو إهمالهما. تبكي إيريني: أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع. تحتضنها نور: هوني عليك يا حبيبتي، ودعي الأمر لي، فلننطلق إلى الشاطئ، ربما كان المكان هناك وحيا لحل مشكلتك، من يدري. انتهى المشهد الثاني من الفصل الأول.